السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل الزلابيه. طبعا اكله جميله جدا جدا جدا، اكيد كلنا بنحبها، فقلت اعملها في البيت، يعني اوفر وانضف طبعا. يعتبر كوبايتين دقيق عملت لي طبقين قد كده. طبق يتبقى اللي هي الصواني، يعني صينيه كبيره وصينيه تانية كبيره برضو، كفيت العيله كلها، يعني كفتنا كلنا الحمد لله. ففي البيت بتبقى اوفر يعني. المهم بقى ايه، قبل ما نبتدي كده الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اشتركوا في القناه واعملوا لايك، ولو اول مره تشوفيني طبعا ده فضلا وليس امرا. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناه، ما عجبكيش الفيديو برضو اشتركي في القناه. بس يا جماعه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وجبت كوبايتين دقيق، كوبايتين بس بالعدد كده. وطبعا لو انت عايزه تضاعفي الكميه براحتك ضعفيها، انا دي الكميه اللي انا كنت عامليها. لو هتضاعفي الكميه عادي جدا ممكن تضاعفي الدقيق، والحاجات التانية دي ايه ممكن برضو تزوديها يعني شويه. تمام. بصوا بقى، كوبايتين الدقيق حطيت عليهم كيس خميره فوريه. لو في عندك الخميره اللي هي العلب السايبه، يعني العلب، ممكن تحطي منها معلقه خميره واحده، هي زي مقدار الكيس بالظبط. وحطيت معلقه نشا، معلقه كبيره كده اللي هي بتاعه الاكل. وحطيت معلقه سكر برضو، ولما صلى على النبي، ورشه ملح. بس كده يعني. بصوا حاجات بسيطه هقولهم اهو تاني. معلقتين دقيق، الكوبايه دي اللي انا عايرت بيها. كوبايتين دقيق اللي هو المج بتاع الشاي ده العادي. تمام. وحطيت كيس خميره فوريه، ومعلقه نشا، ومعلقه سكر، ورشه ملح اللي هي السنه. بس كده. والميه بقى دي حسب الدقيق اللي انت بتعملي بيه. لو في نوع دقيق بيشرب ميه وفي نوع دقيق ما بيشربش ميه. المهم انا ما اقدرش اقولك بقى حطي المعيار بتاع الميه قد ايه. انت هتشوفي اهو، انا كوبايتين حاطه لهم ميه قد ايه، هتشوفي قدام منك انا بعاير اهو بالكوبايه عشان يبقى باين انا حاطه قد ايه بالظبط. بصوا بقى، حطيت اهو مليت مج، اهم حاجه ميه دافيه، يعني مش من الحنفيه، لا انا مدفيه الميه في كتل وبعمل بيها اهو كده. حطيت مج ميه، ولقيتها بصوا ناشفه خالص، فاضطر بقى ان انا احط ايه، مش هحط كله، لا حطيت نص اهو مج، نصه. وهشوف برضو هعجن اهو، هشوف هتاخد قد ايه. خلاص طريت العجينه معايا كنبها، ما طريتش، لا ما طريتش، فاضطريت ان انا احط النص التاني، نص المج التاني حطيته. وحطيت برضو عشان للامانه حطيت شويه زيت، يعني مثلا مقدار ربع كوبايه زيت او اقل من الربع كمان، يعني ممكن يكون مش مكمل ربع كوبايه، اللي هو ايه، رشه زيت كده قمت حطوها. برضو دي بتبقى حاجه كويسه فيها. وقلبتها كويس، ممكن تقلبها في بايديكي، ممكن بالمضرب، اي حاجه يعني اللي انت تعملي بيه متاح، اي حاجه من الكلام ده كله. انا مقلباها بالمعلقه زي انتوا ما شايفين كده، ما عوزتش ايديا ولا حاجه بصراحه. تمام كده. والقوام بتاعها تخلوه زي ما انتوا شايفينها كده قدام منكم القوام بتاعها بس. والخميره بتاعتها ما بتاخدش يعني وقت كبير ان انت تسيبها تخمر، ممكن ربع ساعه بالكتير قوي، نص ساعه مثلا، يعني ده يوم ما هتطول نص ساعه، مش زي المعجنات اللي هي بتاخد مثلا ساعه والكلام ده، لا. وجبت اهو فوطه نضيفه، اهم حاجه بس الفوطه تكون نضيفه يا جماعه. او مثلا لو عندك طبق كبير مثلا تغطي بيه. بصوا خمرت ازاي على طول كده، كان عدى ربع ساعة بالظبط، يعني انا كنت حاسبة بالساعة بصراحة، يعني بالدقايق كان عدى 15 دقيقة. فقمت عريتها اهو. بصوا بقى انا مقربه لكم الكاميرا اهو علشان تشوفوا التفقعات بتاعتها. التفقعات دي كده بتدل ان هي ايه، يعني اتعجنت كويس معايا. بس. وجبت طاسة، طبعا الطاسة دي تبقى مليانة زيت وتولعي عليها، بس اهم حاجه ما تخليش الزيت يقدح معاكي، عشان لو الزيت قدح
يعني الزيت سخن قوي قوي، هتحطيها مسافة ما هتحطي الواحدة هتبصي تلاقيها احمرت، على ما هتحطي التانية هتلاقي التانية لسه بيضة كده. ودي سلطانية هي فيها مية. المهم ان انت ممكن تعملي بسلطانية فيها مية زي كده، او تعوصي المعلقة زيت. وممكن لو انت عندك برضو كيس حلواني تعملي بيه، كيس اللي هو بتاع الحلويات برضو. بس انا بصراحة مش متوفر عندي كيس الحلويات دلوقتي، فقلت اعملها كده بالمعلقة عادي جدا، تمشي شغالة. يعني اهم حاجة بصوا اي حاجة شغالة يا جماعة، عرفتوا؟ بس هتعمل بقى بصوا يعني، شوفوا بقى انا مسكت دي اللي في ايديا دي معلقة شاي، اللي هي ايه معلقة صغيرة، بحيث ان هي تطلع لي الواحدة صغيرة. ولما بعوزها مية بعوزها مية علشان هي ايه تنزل من عليها على طول، يعني ما تبقاش ماسكة كده فيها ولا حاجة. بس الزيت بقى كده كان ايه يعني سخن نص تسخينة بالظبط، اللي هو على ما الطاسة كانت اتملت كان الزيت سخن، بحيث ان هي كلها خدت لون بعضها. عرفتوا؟ انا بعملها بطريقة بخليها بتطلع معاكي هشة من جوه، بتبقى هشة كده وطرية في نفس الوقت، ومن بره بتبقى ناشفة بس يعني تحفة. بصوا انا مليت اهو الطاسة بقى وكان الزيت خلاص اهو سخن. ماشي، هتشوفوا بقى دلوقتي اهو انا هعمل فيها ايه. يعني انا مش هعملها كلها مرة واحدة، هتشوفوا هعمل فيها ايه دلوقتي. يعني الطريقة دي بتخليها افضل. يعني بصوا انت ممكن تقليها على طول، وممكن تعمليها زي انا ما هعملها كده زي ما هتشوفيها دلوقتي. انا طبعا بجيب صينيه اهو زي كده، بجيب صينيه عشان ان انا اطلع عليها. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. المهم يا جماعه لو عايزاها تطلع معاكي مظبوطه امشي يعني زي ما انا مورياكي كده بالظبط، هتطلع معاكي مظبوطه. والله عملتها وكانت يعني كل اللي كانوا قاعدين اتهبلوا عليها بصراحه، والله العظيم. يعني انا ما كنتش متوقعه ان هي هتطلع بالحلاوه دي. عرفتوا؟ بصوا بقى انا عملت ايه، ما حمرتهوش، انا قليتها حمرتها نص تحميره، اللي هو بصوا بيضه كده، اللي هو مسافه بس ما خدت معايا لون قمت مطلعوها. طيب طلعتيها ليه كده؟ طلعتها كده علشان مش عايزه احمرها كلها مره واحده. انت ممكن تحمريها كلها مره واحده، بس لا كده افضل. يعني لو انت بتحمريها مره واحده جربيها بالطريقه دي هتلاقيها احسن. طلعتها اهو فردتها على الصينيه، وبعد كده همسك طاسه تانية برضو هو هملاها. انا ليه عملتي قدامكم الطاسه التانية دي كمان؟ علشان تشوفي انا عاملاها ازاي، يعني عشان تشوفي طريقه المعلقه وهي بتعملها. بصوا عامله ازاي. طبعا الصباع الكبير ده انا بنزلها بيه من على المعلقه. يا رب بس اكون موضحه لكم انا عاملاها ازاي، يعني عشان لو انت ما عندكيش الكيس الحلواني اللي هو بيتعمل بيه الحلواني ده ما تغلبيش وما تقوليش لا ده انا لازم اشتريه والكلام ده. هو بيبقى اريح، بس كده برضو تمشي اهو. انا كده انا خلصت كل ده من كوبايتين دقيق. لا كان في صينيه تانية، كان في صينيه تاني، بس دي اللي كانت بردت على طول. انا فردتها كده وعلى ما يعني دي اللي كانت اتعملت في الاول. عرفتوا؟ فلما بتبرد بتهدى كده شويه بقوم حطها، بس بحطها بقى بيبقى الزيت سخن جدا زي ما انتم شايفين اهو، اللي هو مسافه ما بتتحط هو الزيت سخن خلاص. لان انا بحط بقى بصوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده على طول، مش لسه بعملها من الاول اللي هو بحط واحده واحده والكلام ده، لا. هحطها وهتبصوا بقى ابتدت ان هي تاخد لون على طول معايا. اهم حاجه بس ايه ان يعني ما احمرهاش قوي، عشان لو اتحمرت قوي بتنشف، وانا مش بحبها كده بصراحه. انا بحبها اللي هي ايه يعني متحمره ومش محروقه قوي برضو. هتشوفوا دلوقتي انا عاملاها ازاي، بحيث ان هي تبقى طريه برضو شويه على بق الولاد عشان سنانهم يعني ما تبقاش تعبيهم. بس يا جماعه هو بقى كده. بصوا بقى انتوا ممكن تعمليها بعسل، وممكن تعمليها بالسكر. بصوا الواحده بوحدتها اهو عامله ازاي. بصوا بقى انا مش هعملها بعسل بصراحه، انا يعني ساعات بعملها بالعسل، بس المره دي حبيت ان انا اعملها بسكر مطحون. طحنت سكر على ما كانت خمرت كنت انا طحنت السكر على طول،
وحطيت في قلب المصفى كده وهرش عليها. بتبقى تحفة، جربيها والله هتدعيلي، ويعني مش هتندمي لو جربتيها بنفس الطريقة دي كده، وهتطلع معاكي مظبوطة جدا، وهتطلع معاكي المقادير بتاعتها كويسة وطرية، يعني من بره مقرمشة ومن جوه طرية برضو. بص انا اكلت واحدة تحفة والله العظيم، جميلة جدا. ويا سلام بقى لو عندك مثلا شوكولاتة نوتيلا وعصتيها منها كده، يعني حطيتي عليها، بص شفتوا ناشفة ازاي من بره ومن جوه برضو طرية، مش اللي هي ناشفة والكلام ده، لا خالص، هي بس من بره مقرمشة ومن جوه كويسة. جربوها يا جماعة كده ومش هتندموا. انا لقيتها عايزة سكر تاني فقلت احط، يعني قلت لما يكون السكر بتاعها زيادة يبقى احسن. انا طبعا ده الطبق اللي انا طلعته، وكنت انا لسه حاطة تاني في الطاسة، يعني ما كنتش لسه خلصت، بس هما كانوا قاعدين بقى فين الزلابية فين الزلابية، فقلت ايه اديلهم ده اسكتهم بس بيه، فاهمين قصدي ايه. المهم بقى يا جماعه ما تنسيش بقى لو اتفرجت على الفيديو وعجبك اشتركي في القناه واعملي لايك، طبعا ده فضلا وليس امرا، عشان عيلتنا تكبر. وطبعا العيله دي بتاعتي مش هتكبر غير بيكم انتوا، طبعا بربنا الاول وبعد كده بيكم.